بالنسبه للمقارنه اما اجي اقارن شخصين او شيئين ببعض بستخدم معايا الادجكتيفز، في منها لونج وفي منها شورت. بالنسبه للصفات القصيره بقى هنشرحها دلوقتي. بنستخدم المقارنه، بيكون عندي في المقارنه اسمين، اسم اول واسم تاني. بالنسبه للمقارنه بستخدم معاها verb to be. verb to be لو مع المفرد بستخدم is ومع الجمع بستخدم are. انا دلوقتي عايزه اقارن شخصين ببعض، ببدا بالاسم الاول ولو مفرد بستخدم is ولو جمع بستخدم are، وبستخدم الصفه بتاعتي بزود لها er وزين، بزود للصفه er وزين، وبعد كده احط الاسم الثاني. ما ننساش ان في الصفات القصيره لما اجي اقارن بستخدم مع الصفه er وزين، بزود للصفه er وزين. هناخد اكزامبل عشان نفهم. دلوقتي مثلا عايز يقول لي الكلاب انحف من الفيله. طبعا عندي اسمين، الكلاب والفيله. ببدا بالاسم الاول اللي هو دوجز اللي هو الكلاب، وبعد كده عشان هو اسم جمع بستخدم ار، يبقى دوجز ار. الصفه بتاعتي اللي هي نحيف ثن، نحيف ثن هدخلها في المقارنه. قلنا لما نيجي ندخل الصفه في المقارنه بنزود لها ار وزان. والاسم الثاني عندي elephants، يبقى دوجز ار thinner than elephants. طيب دلوقتي عايزه استخدم برضو، هنعمل اكزامبل تاني بس بالمفرد. عايزين نقول الكلب اقصر من الفيل. الكلب يعني ذا دوج، عشان هو مفرد بستخدم معاه از ولا ار؟ طبعا هنستخدم verb to be is، يبقى ذا دوج از. الصفه بتاعتي قصير شورت، قصير شورت عشان ادخلها في المقارنه بزود لها er وزين، يبقى ذا دوج از shorter than the elephant الاسم التاني. كده بالنسبه لو انا بقارن صفات قصيره اللي هي الشورت adjectives. هنيجي بقى ناخد اللونج adjectives اللي هي الصفات الايه؟ الطويله. اما اجي اقارن حاجتين ببعض باستخدام اللونج adjectives، طبعا برضو ببدا بالاسم الاول بستخدم معاه verb to be، يا اما is يا اما are. يبقى الاسم الاول بيجي بعده is او are. بس بالنسبه بقى لللونج adjectives، هي اصلا الصفه بتبقى لونج، مش هينفع ان انا ازود لها مقطع اضافي اللي هو مثلا ايه الاي ار، لا كده يبقى هتبقى يعني مثلا زي كلمه dangerous ينفع ازود لها لسه اي ار، هتبقى طبعا كتير جدا. فاحنا بالنسبه للصفات الطويله بنحط قبليها مور. مور معناها اكثر. لما اجي اقارن حاجتين ببعض في اللونج ادجكتيفز بحط قبليها مور، بستخدم قبل الصفه مور وبعد الصفه زين، قبل الصفه مور بعد الصفه زين. طب دلوقتي عايزه اخد مثال برضو عشان افهم. عايزه اقول الثعبان اكثر خطرا من الثعلب. الثعبان اسنيك، هو طبعا اسم مفرد فهستخدم معاه از. الصفه بتاعتي خطير dangerous، قلنا قبل الصفه more بعد الصفه than، يبقى a snake is more dangerous than الاسم الثاني fox. هنخش على برضو اكزامبل تاني بس بالجمع. هنا crocodiles جمع هنستخدم معاها are قبل الصفه more بعد الصفه than، يبقى crocodiles are more enormous than fish. يبقى ده بالنسبه للمقارنه الطويله. لما اجي استخدم في المقارنه الطويله بستخدم قبل الصفه مور بعد الصفه زين. بالنسبه للمقارنه الصغيره بعد الصفه اي ار وزين. الشورت بعد الصفه اي ار وزين. اللونج قبل الصفه مور بعد الصفه زين.